في الفيديو ده هوريك ازاي تعمل مونتاج شبه بداية المقدمة اللي نزلتها في الفيديو اللي فات، وكتير منكم سابلي تعليقات وقال لي عايزين شرح ازاي اتعلمت المقدمة دي بالظبط. عشان كده قررت اعمل الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ، عارف ان المقدمة هنا قصيرة وما فيهاش شغل كتير زي العادة، وده بسبب الجيش. كان قدامي اختيارين، يا اما اقلل من قيمة المعلومة وما اوصلكش شرح كامل، يا اما اختصر في المقدمة. وطبعا اخترت ان المعلومة تفضل كاملة عشان تستفيدوا لاقصى درجة. فما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنعمل نيو كومبوزيشن ونتأكد ان 1920 في 1080. بعد كده نروح كليك يمين ونعمل نيو ونضيف السوليد، ومن افكت نبحث عن تأثير جريدينت رامب ونضيفه للسوليد. وهنلعب في الوان الافكت، فهنغير مثلا اللون الابيض للون الرمادي الفاتح، واللون الاسود برضه هنخليه رمادي ولكن يكون غامق اكتر، بحيث ان احنا نطلع بشكل نفس هيئة الخلفية اللي موجودة في اليوتيوب. ومن بروجكت هنروح نضيف اي فيديو عايزينه يظهر عندنا كفيديو اساسي في الصفحة. نتأكد ان احنا عاملين سيلكت على الفيديو، ومن فوق نختار ماسك المستطيل الكيرفي، ونبتدي ان احنا نحدد شكل الماسك على الفيديو بالطريقه دي بحيث انه يطلع كيرفي من الجوانب. بعد كده ندوس اس عشان نفتح السكيل ونصغر في السكيل شويه. بعد كده ندوس بي عشان نحدد البوزيشن، ونحاول ان احنا نقلد نفس الصفحه اللي بتظهر لنا في اليوتيوب لما بتكون مشغل فيديو معين. طبعا من فوق بتكون في علامه السيرش، فهنروح كليك يمين ونعمل نيو ونضيف الشيب لاير. نتاكد ان احنا عاملين سيلكت على الشيب لاير، ومن فوق هنروح نلغي خيار الفيل اوبشن، ونفعل الستروك ونخلي الضخامه بتاعته البي اكس على 4 او 3. بالنسبه للون فخليه اللون الرمادي القريب من شكل اليوتيوب، ونعمل شكل الاسطوانه الكيرفي بالطريقه دي. ده شكله قريب شويه من واجهه سيرش اليوتيوب. بعد كده نروح نعمل نيو ونضيف شيب لاير جديده، ومن فوق هنطلع نلغي الستروك ونفعل الفيل اوبشن، ونتاكد ان احنا مختارين البنسل بدل المستطيل، ونقرب شويه وهنعمل الشكل بالطريقه دي بحيث ان طرف الاسطوانه يكون متغطي باللون الرمادي بالطريقه دي. وناخد الشيب لاير الجديده ونخليها تحت الشيب لاير الاسطوانه. سيلكت على الاثنين شيب لاير وندوس كنترول شيفت سي عشان يبقوا في كومبوزيشن واحد، ونروح نضيف صوره السيرش، واللي اكيد هتلاقيها موجوده في الملحقات المثبته في وصف الفيديو. ومن افكت نبحث عن تاثير تنت ونضيفه للصوره، ومن اعدادات الافكت نغير اللون الاسود للون الابيض، ونلعب في حجم السكيل وبوزيشن شويه للصوره لحد ما نخليها على نفس الشكل اللي بيظهر في اليوتيوب. بعد كده نروح نعمل نيو ونضيف شيب لاير جديده، ومن فوق نروح نلغي الستروك للشيب لاير. وبالنسبه للماسك فنتاكد ان احنا مختارين شكل الدايره، وندوس سولد شيفت واحنا بنعمل الشكل عشان تطلع لنا دايره مش شكل بيضاوي. فانت حاول على قد ما تقدر تطلع بنفس الشكل اللي موجود على اليوتيوب. بعد كده هنروح نضيف صوره الميكروفون، واللي برضك هتلاقيها في الملحقات المثبته في الوصف. عشان نغير لونها اللون الابيض فنروح ناخد افكت التنت اللي كنا ضايفينه لصوره السيرش، كنترول سي ونضيفه كنترول في، ونلعب في حجم الميكروفون شويه ونخليه في سنتر الدايره. سيلكت على الصورتين والشيب لاير وناخدهم كنترول اكس، ونروح لكومبوزيشن الشكل المستطيل ونعملهم كنترول في. بالشكل ده انت خليت السيرش كله عباره عن صوره واحده. بعد كده نروح نضيف صوره الثلاث خطوط اللي بيبقوا فوق بعض، اللي بيبقوا دايما موجودين في واجهه اليوتيوب سواء فوق على الشمال او اليمين، وطبعا هنضيف لهم تاثير التنت ونغير لونهم للون الابيض. العب في الحجم شويه لحد ما توصل لنفس الشكل اللي مطابق على اليوتيوب. بعد كده نضيف لوجو اليوتيوب ونحطه جنب الثلاث خطوط بالشكل ده. حاسس ان هو المفروض يبقى اصغر شويه، فعادي العب في السكيل براحتك. حاول على قد ما تقدر تطلع بنفس الشكل اللي موجود على اليوتيوب، لان التفاصيل دي طبعا هي اللي بتفرق في جوده المونتاج. بعد كده ندوس كنترول تي ونضيف التكست، ونكتب كلمه يوتيوب بالشكل دوت. هنغير في الفونت لحد ما نوصل لنفس شكل الفونت اللي موجود على اليوتيوب. بعد كده نضيفها جنب اللوجو بالطريقه دي. دلوقتي نروح لشكل الفيديوهات المقترحه اللي بتبقى موجوده جنب الفيديو الرئيسي، فنروح نعمل نيو ونضيف الشيب لاير، ومن فوق نتاكد ان الستروك ملغي، ونغير الفيل اوبشن من السوليد كلر ونخليها لينير جريدينت. نخلي اللون اللي على الشمال باللون الرمادي الغامق، واللي على اليمين باللون الرمادي الفاتح، ونتاكد ان احنا مختارين الماسك على شكل المستطيل الكيرفي، ونبتدي ان احنا ناخد نفس شكل الفيديوهات اللي بتكون مقترحه في الجنب ونعملها بالطريقه دي. بصراحه حاسس ان اللون الشمال غامق شويه، فهنغيره نخليه درجه افتح من كده، ونبتدي ان احنا ناخدها كنترول دي وننزل نعمل لها كذا نسخه وناخدها صف عمودي بالطريقه دي. وبالنسبه للمكان اللي انا كنت سايبه فاضي، فده هنعمل فيه شكل الفيديوهات الشورتز. زي ما قلت لك التفاصيل هي اللي بتفرق في النهايه. بعد كده نروح نعمل نيو شيب لاير، ونبتدي ان احنا نختار شكل مستطيل، بس المره دي مش هيكون الكيرفي، ونعمل 3 مستطيلات صغيره بالشكل ده، على اعتبار ان المستطيلات ديت كرمز للكتابه اللي موجوده في الفيديو. هناخد ال3 مستطيلات الصغيرين وندوس كنترول شيفت سي عشان نعملهم في كومبوزيشن واحده، ونبتدي ناخد منها كذا نسخه كنترول دي ونطبقها على المستطيلات اللي موجوده تحت بالشكل ده. وبعد ما نخلص شكل الفيديوهات المقترحه فهنروح نعمل كنترول تي عشان نضيف تكست العنوان، وندوس اس عشان نفتح السكيل ونصغر حجم التكست شويه ونخليها تحت الفيديو الرئيسي بنفس شكل اليوتيوب. طبعا ستايل الفونت مش احسن حاجه، فغيره لشكل تاني، ودي حاجه ترجع لك، فنقي الفونت اللي يعجبك. ونبتدي نروح نضيف صوره لوجو القناه، ونحط الصوره بنفس الطريقه اللي بتبقى موجوده دايما على اليوتيوب. بعد كده كنترول تي ونضيف اسم القناه، ونبتدي برضك ان احنا نلعب في السكيل والبوزيشن شويه عشان تاخد نفس شكل اليوتيوب.
وناخد التكست كنترول تي وننزل بالبوزيشن بتاعتها تحت شويه عشان نعمل عدد السبسكرايبرز اللي موجودين في القناه. طبعا 10000 احنا لسه ما وصلناهوش، ولكن ان شاء الله نوصل له قريب. بعد كده نعمل نيو ونضيف شيب لاير جديده، ونتاكد من فوق ان في الاوبشن موجوده على السوليد كلر، ونغير لونها للون الابيض. ومن شكل الماسك نختار المستطيل الكيرفي، ونبتدي ان احنا نعمل الشكل بالطريقه دي بحيث انه يكون اخد نفس شكل زرار السبسكرايب. ونعمل تكست جديد ونخليه فوق الشيب لاير ونمركزه في السنتر. بالنسبه للون التكست فتختار عادي الشكل الرمادي او اللون الاسود، وده بيرجع للشكل اللي موجود على صفحه اليوتيوب. دلوقتي هنروح نعمل شكل الديسكريبشن الوصف اللي بيبقى موجود تحت الفيديو، ونروح نعمل نيو ونضيف شيب لاير جديده، ونغير لون الفيل اوبشن للون الرمادي، ونتاكد ان الماسك على مستطيل الكيرفي ونعملها بالشكل ده. دلوقتي هنضيف التكست اللي بتبقى موجوده في الديسكريبشن. فاخدت من وصف الفيديو القديم التكست كوبي، وابتديت ان انا اعمل نفس الشكل اللي كان موجود في وصف الفيديو اللي فات. وبس يا معلم كده احنا نكون جهزنا الواجهه اللي موجوده على اليوتيوب. طبعا في حاجات تانية ناقصه كتير زي مثلا زراير اللايك والداونلود والكلام دوت. طبعا لو عايز تضيفهم فدي حاجه ترجع لك، ولكن بالنسبه لي انا راضي بالشكل ده. بعد كده ندوس كنترول ايه عشان نعمل سيلكت على كل اللي موجودين قدامنا، ولكن نلغي سيلكت السوليد اللي كنا ضايفينها في البدايه، ونبتدي ان احنا نفعل لهم خيار ال 3 دي. دلوقتي نروح نعمل نيو ونضيف الكاميرا. انا مش محتاج الكاميرا دلوقتي عشان حركه الفيديو، ولكن محتاجها عشان اقدر اشوف شكل الكومنتات اللي هضيفها من تحت، فما تهتمش قوي بشكل الكاميرا لان احنا كده كده هنحذفها كمان شويه. بعد كده نضيف الصوره دي ونفعل لها 3 دي، ونبتدي ان احنا نغير حجمها والبوزيشن بتاعها بنفس شكل اماكن الكومنتات في اليوتيوب، ونروح لإفكت ونبحث عن تاثير تنت ونضيفه للصوره، وخلي الصوره تكون قبل الكاميرا. ومن اعدادات الإفكت هنبتدي ان احنا نغير اللون الاسود للون الرمادي الفاتح، نصغر في الحجم شويه ونغير مكانها بالطريقه دي، وناخد اي تكست كنترول دي ونغير مكانها، ونعدل على التكست ونكتب كلمه كومنتس ونعدل في مكانها بالشكل ده. ونبتدي برضك ان احنا نعمل نفس هيئه اليوتيوب. طبعا الحاجات دي كلها بسيطه، ولكن عيبها الوحيد ان هي كتير. ومن إفكت نروح نبحث عن تاثير لايت سويب ونضيفه للصوره. ومن اعدادات الإفكت هنفعل كي فريم للسنتر ونخلي مكانها تحت على الشمال، ونتحرك ثانيتين قدام. بعد كده نغير مكان السنتر لفوق على اليمين، ويبقى هو ده شكل حركه اللايت سويب. حركه فورمال قوي فمحتاجين ان احنا نعدل عليها. سيلكت على الصوره، بعد كده ندوس يو عشان تظهر لنا الكي فريم، ونعمل سيلكت على الكي فريم وندوس اف 9. بعد كده نروح للجراف اديتور ونعدل على شكل منحنى بالطريقه دي بحيث انه يتحرك في البدايه سريع بعد كده يبطأ. ونرجع للكومبوزيشن الاصل وندوس بيه عشان نفتح البوزيشن، ونتحرك ثانيتين لقدام. بعد كده نفعل كي فريم لبوزيشن الصوره، ونرجع للبدايه ونخلي البوزيشن بتاعتها تحت شويه. بعد كده ندوس تي عشان نفتح الاوباسيتي، ونفعل كي فريم في البدايه ونخلي الاوباسيتي على الصفر. وعند نفس خط نهايه البوزيشن هنبتدي ان احنا نعمل كي فريم للاوباسيتي ونخليها لل100. سيلكت على كي فريم البوزيشن بس وندوس اف 9 ونروح للجراف اديتور ونخلي شكل منحنى بالطريقه دي، وده الشكل اللي يظهر معانا في النهايه. شكل سلس جدا وانا بصراحه راضي بيه. وناخد اي تكست من فوق كوبي عن طريق كنترول دي، ونحاول ان احنا نخليها بجنب الصوره بالشكل ده، ونبتدي ان احنا نضيف اسم المستخدم وكمان الميعاد اللي اتكتب فيه كومنت. دايما تلاقي اسم المستخدم الموجود على اليوتيوب بيبقى بالطريقه دي، ظبط فيها براحتك لحد ما توصل لنفس الشكل اللي بيظهر في اليوتيوب. وبالنسبه للفونت فاختار اللي يعجبك، فدي في الاخر حاجه ترجع لذوقك. ما تنساش برضك انك تضيف الكومنت بالشكل ده. وهنبتدي ان احنا نعمل سيلكت لكل حاجه ضفناها في الكومنت سواء كان صوره او الاسم وكمان الكومنت، ونعمل لهم كنترول دي عشان ناخدهم كوبي، ونخلي مكان الكومنت تحت شويه، واعمل منهم نسخ اي عدد يعجبك وخليهم كلهم على صف واحد وهيظهروا معاك بالشكل دوت. في الفيديو اللي فات كنت عامل 3 كومنتات فهمشي على نفس النظام، وابتدي ان انا اغير في شكل الكومنت والاسم وكمان ميعاد الكومنت. دلوقتي هبتدي ان انا اعمل انيميشن التكست عشان يظهر بشكل احترافي. ففي خاصيه انا ضايفها في افتر افكت بتوفر عليا الوقت والمجهود وبتدي لي الانيميشن جاهز من غير ما اعمل فيه اي حاجه. بعد ما تنزل الخاصيه دي عندك فتروح لقائمه الويندو فوق وتختار انيميشن كومبوزر 3، وتاكد انك عامل سيلكت على التكست اللي عايز يتعمل له الانيميشن. وهنبتدي ان احنا نروح لقائمه ترانزيشن تكست لاير، وساعتها تقدر تنقي اي انيميشن متوفر قدامك بضغطه زرار، وهتلاقي الانيميشن ضاف لك عادي على الحاجه اللي عامل عليها سيلكت بالشكل ده. طبعا احنا عشان نعمل الانيميشن دوت يدوي بالحركه ديت فياخد مننا وقت ومجهود، وهنبتدي ان احنا نروح نطبق بقيه الانيميشن على التكست اللي موجوده. بالنسبه للخاصيه ديت فهي مش بس موفره لك انيميشن للتكست، انما تقدر تستخدم انيميشن للصور او الفيديوهات او اي حاجه انت تضيفها سواء كان ترانزيشن او افكت دايم على الشكل. فاكيد بنصحك انك تنزلها لانها هتفيدك جدا وتوفر عليك وقت ومجهود. وده في الاخر الشكل اللي يظهر معانا بالنسبه لانيميشن الكومنتات. دلوقتي هنروح نعمل نيو ونضيف شيب لاير جديده، ونبتدي نسحب الشيب لاير ونخليها اخر حاجه تحت تكست الكومنتات. وما تنساش انك تفعلها 3 دي قبل ما تعمل الشكل. ومن في الاوبشن هنبتدي ان احنا نغير اللون للون الاحمر الغامق شويه، والماسك نتاكد ان هو على شكل مستطيل، وهنبتدي ان احنا نعمل مستطيل بالشكل ده بحيث انه يبرز التكست اللي عايزينها تظهر قدامنا. وناخده كوبي كنترول دي ونبتدي ان احنا نعمله على بقيه الكومنتات الثانيه، ونعمل سيلكت على اول شيب لاير فيهم وندوس كنترول دي عشان ناخدها كوبي. ومن تراك مات نبتدي ان احنا نوصل النسخه بالاصل، ونعمل نفس النظام بالنسبه
بالنسبه للشيب لاير الكومنتات التانية. سيلكت على كل شيب لاير فيهم وناخدها كنترول دي ونوصل النسخه بالاصل. بعد كده نعمل سيلكت على كل النسخ اللي كنا لسه محددينها وندوس بي عشان نفتح البوزيشن، ونتحرك كام ثانيه لقدام ونعمل كي فريم للبوزيشن. بعد كده ندوس تي عشان نفتح الاوباسيتي ونفعل لها كمان كي فريم، ونرجع للبدايه ونغير البوزيشن نخليها يمين شويه. وبالنسبه للاوباسيتي فنرجعها للصفر. سيلكت على كل كي فريم للبوزيشن بس. بعد كده ندوس F9 ونروح للجراف اديتور ونخلي شكل المنحنى بالطريقه دي. ومحتاج بدايه ظهور الخط الاحمر لما كلمه جون هيريس تبتدي انها تظهر. فاول لما احس ان خلاص كلمه جون هيريس ابتدت انها تظهر هتكون هي دي بالنسبه لي بدايه الشيب لاير. ونقرب الكي فريم شويه بحيث انها تكون اسرع في الظهور، وده الشكل اللي هيطلع معانا في الاخر. سلسه وانا راضي بيها جدا. دلوقتي محتاجين ان احنا نضيف اضاءه شويه للكومنتات، فنروح للإفكت ونبحث عن تاثير جلو ونضيفه لاي صوره فيهم. عشان التاثير يبان نتاكد ان الجلو تكون اول حاجه موجوده في الافكتات. والعب في اعدادات الافكت براحتك لحد ما توصل لشكل يرضيك، وبعد ما توصل لشكل يرضيك فخد الافكت كنترول سي وروح ضيفه للصور الثانيه كنترول في. وبرضك ما تنساش انك تخلي تاثير الجلو يكون اول حاجه في الافكتات. وهنعمل نفس النظام بالنسبه للتكست هنضيف لها تاثير الجلو، والعب في الاعدادات لحد ما توصل لشكل يرضيك. وبس بكده تكون شكل واجهة اليوتيوب جاهزة، فمش هنحتاج الكاميرا، فنروح ونعمل لها ديليت. هتلاقي الشكل راجع معاك تلقائي للواجهة دي. فنروح ونعمل نيو ونضيف كاميرا جديدة. بعد كده نعمل نيو تاني ونضيف النل، وهنبتدي ان احنا نضيف النل 3 مرات. سيلكت على كل نل عندي ونفعل لها 3 دي. بعد كده نبتدي ان احنا نربط الكاميرا بالنل الاولى ونربط الباقي بالطريقة دي. سيلكت على اول نل عندنا ونتحرك ثانيتين قدام وندوس بيه عشان نفعل البوزيشن، ونرجع للبداية ونخلي الكاميرا قدام شوية. سيلكت على الكي فريم وندوس F9 ونروح للجراف اديتور ونخلي شكل المنحنى بالطريقه دي. وده الشكل الناتج معانا في الاخر. الكاميرا بتبان وكانها بتعمل زوم اوت. ونتحرك قدام شويه قبل نهايه الكي فريم الاخيره ونعمل سيلكت على النل الثانيه وندوس بي. بعد كده شيفت ار عشان تظهر لنا الاتجاهات. سيلكت على البوزيشن وكل الاتجاهات اللي عندي ونفعل لهم كلهم كي فريم. بعد كده نتحرك ثانيتين او 3 قدام ونبتدي ان احنا نفعل كي فريم للبوزيشن. ومن البوزيشن نحاول ان احنا نروح للكومنتات اللي تحت بالشكل ده. عايزك تلعب في روتيشن الاكس والواي والزد براحتك لحد ما توصل لشكل يعجبك. بالنسبه لي انا كنت شايف ان الشكل المايل ده افضل شكل لحركه الكاميرا. وما تقلقش مش لازم تخلي الكومنت التالت يظهر، لان احنا هنعمل حركه بسيطه دلوقتي. سيلكت على كل الكي فريم اللي عندنا وندوس F9 ونروح للجراف اديتور ونخلي نفس شكل المنحنى اللي فات، بحيث انه يكون سريع في البدايه ويبطأ في الاخر. وده الشكل اللي هيظهر معانا، شكل سلس ومفيهوش اي غلطه. ونرجع للكومبوزيشن الاصل، وعند بدايه ظهور الكومنتات نبتدي ان احنا نروح لاول كومنت عندنا. سيلكت على اي حاجه موجوده جوه اول كومنت سواء صوره او اسم او كومنت، ونبتدي ان احنا نسحب بدايه ظهورهم عند النقطه دي. وبرضك ما تنساش بدايه ظهور الخط الاحمر اللي بيحدد كلمه جون هيريس. وهنبتدي ان احنا نحدد الكومنتين التانيين، وعايزين نخلي بدايه ظهورهم متاخره شويه. نحدد اي حاجه خاصه للكومنتين ونسحبها بعيد شويه. بعد كده نطلع لحركة الكاميرا ونروح للنل الأخيرة، وعند بداية ظهور الكومنتين التانيين هنبتدي إن احنا ناخدها نقطة لحركة الكاميرا التالتة. سيلكت على النل التالتة وندوس بي وشيفت ار عشان نظهر الاتجاهات. سيلكت على كل الاتجاهات ونفعل لهم الكي فريم ونتحرك كام ثانية قدام ونبتدي إن احنا نسحب البوزيشن لتحت شوية. وبس وبكده يكون هو ده الشكل اللي يظهر معاك في الآخر. ما تنساش إنك تقولي رأيك في الكومنتات. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام.